طيب يا دكتور، لو انا مش عايز اعمل فينيرز، مش عايز ابرد من السطح الخارجي بتاع الاسنان، هل في بديل للفينيرز ممكن يديني نتيجه قريبه من النتيجه اللي بيديها الفينيرز، بحيث يبقى عندي ما يسمى بالهوليد سمايل؟ طبعا. مثلا لو عندك ازدحام في الاسنان ومشكلتك مش مع لون الاسنان، لا مع ترتيبها، الاسنان فيها ازدحام او فيها مسافات، فيها فلج ما بين الاسنان، التقويم ممكن يؤدي للنتيجه اللي يديها لنا الفينير. بل بالعكس، انا مش هبرد من سطح السنه، انا هاعيد تنظيم الاسنان عن طريق التقويم. فده احد الحلول او احد البدائل لو انا مش عايز اعمل فينيرز. طيب اصلا بعض الناس ما ينفعش ان انا اركب له فينير اصلا. بعض الحالات بيبقى احنا لو ركبنا على السنه فينير، الفينير هتتكسر، لان هي ساعتها هتبقى معرضه لضغط كبير، زي الناس اللي عندها جز على الاسنان، زي الناس مثلا لو واحد بيشتغل خياط او ترزي بيستخدم الابره، لا هيكسر الفينيرز. فساعتها بنوجهه ان هو لو عاوز يحصل على ابتسامه هوليوود، لا الاحسن ان احنا نعمل كراونز ونغطي كل اسطح السنه، لان احنا لو غطينا سطح واحد اللي هو السطح الخارجي بالفينير في المستقبل هتتكسر، لان انا كده استخدمت الفينير في غير موضعها او في غير الاستخدام اللي هي مخصصه ليه. فبالتالي احنا بنلجا لبدائل للفينير زي التقويم، زي الكراونز. في بدائل تانية كتيره مثلا زي الكيس مايل، لو احنا ما احتاجناش او البيشنت مش عاوز يعمل فينير او حالته مش انديكيتد للفينيرز.